السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، معاكم حسام عبد الحكيم وان شاء الله النهارده احنا مع بعض نصحى 228 ديلي تشالنج ليت كود. يلا بينا. مسألة النهارده اسمها تاول ويز سيم برودكت. المسألة باختصار بيقول لك ان هو هيديك اري بالمنظر ده ويطالب منك ان انت تدور على التابلز اللي فيها A ضرب B بتساوي C تايمز D. تقول لي ماشي، قال لك كمان في شرط ان ولا واحدة منهم لازم تساوي التانية، يعني ال A ما بيساويش ال B ولا ال B بيساوي ال C ولا C بيساوي ال D. تقول لي طيب تعالى كده نبص على اول سامبل. معاك 2 3 4 6. قال لك والله ان الاربعه دول فيهم 8 تابلز مختلفين. تقول لي 8 ومختلفين يعني ديستنكت، ازاي ده كلهم اربعه اصلا ازاي طلعوا 8؟ اقول لك بص، الراجل ده بيلعب على البرميتيشنز بتاعته. تقول لي انا مش فاهم اي حاجه من اللي انت بتحكي فيه ده. اقول لك بص، الراجل ده كل اللي بيحاول يوصله لك ان انت معاك 2 3 و4 و6. طيب انت دلوقتي تاخد اي اتنين تضربهم في بعض، والله واضح ان انا اخد 2 في 6 ب 12 و3 في 4 ب 12. يبقى تعالى ايه نحافظ على الترتيب بتاعنا، يبقى معانا 2 6 ادي 12 ومعاك 3 4 ادي كده 12. ده كده بنقول عليه البرميتيشن الاولاني او الشكل الاول. طب ايه الشكل الثاني عشان نوصل للثمانيه؟ والله حاول تبدل، بدل ما انت ماشي ب 2 6 طب ما تمشي ب 6 2 ونزل دول زي ما هم 3 4. ده الشكل التاني. طيب ايه الشكل التالت طيب؟ هتقول لي ابدل هناك، اقول لك بس هنبدل هناك ونحافظ على الترتيب اللي هنا لان انت كده ممكن تطلع اكتر من شكل. تقول لي مش فاهم. اقول لك بص، انت ممكن ترجع تاني ل 6 2. تعال ناخدها كمان مره 6 2، ولكن بدل ما معاك 3 4 طب ما تاخد 4 3. تقول لي تصدق. طب والشكل الرابع نفس الابروتش، انا هاخد الشكل الرابع اهو. بدل ما احنا خدنا مرتين 6 2 ففضل لنا مره 2 6. تعالى ناخد 2 6. طيب احنا خدنا 2 6 مع مين؟ مع 3 4. طب ما ناخد 2 6 مع 4 بعد كده 3. تقول لي طيب حضرتك كده انت جايب 4 بس الراجل ده بيقول لك 8. اقول لك بدل النص الاولاني مع النص الثاني، يعني بدل ما بتبدا ب 2 6 ابدا ب 3 4. حتى هتلاقي هنا الراجل ده عمل نفس الموضوع، هنا بدا ب 2 6 بعد كده 3 4، هنا بدا ب 3 4 بعد كده 2 6. تقول لي يعني بدل ده هياخد شكل كمان فبقت ده 5. بدل السطر ده هيبدله كله، بدل ما يبدأ ب 2 6 2 هيبدأ ب 3 4. فيبقى ده 6 وده 7 وده 8. كده انت خدت الثمان اشكال الممكنين. تقول لي حلو الكلام ده. طيب لو جينا بصينا على السامبل الثاني هتلاقي نفس الابروتش بالظبط، بس الراجل ده جاب رقمين. يعني ازاي ال 16 دي طلعت وهم اصلا الليسته كلها اصلا ما فيهاش 16 رقم؟ نفس الموضوع. قال لك والله احنا ممكن ناخد الواحد مع العشرة. خلاص، فادي اجابه. طيب خدنا الواحد مع العشرة، مين النص التاني اللي يديك 10 كمان؟ والله 2 مع 5، ادي 2 مع 5. يبقى انت كده بقيت فاهم ان الاجابه دي بتجيب لك 8 حلول مختلفين. تقول لي ازاي؟ ما انا قلت لك انت معاك A بعد كده B بعد كده C بعد كده D. خلاص، فانت دلوقتي قدامك اكتر من طريقه تشتغل بيها. ممكن تاخد الاي بي مع السي دي دايركت، ده حل. او ممكن تاخد الاي بي مع الدي بعد كده السي، ده الحل ايه؟ ده الحل التاني. طب ايه الحل التالت والرابع؟ نفس الابروتش. انت دلوقتي ما بدلتش الاي بي، طب ما بدلهم خليهم بي بعد كده ايه. فلو خدت البي بعد كده ايه ممكن اخد واحده هنا واحده هنا. كده انت خدت كام حل؟ اربع حلول. طب ايه الاربعه التانيين؟ اعكس. بدل ما السهم بيبدا من هنا يروح هنا، خلي السهم يبدا من هنا يروح هنا مره ويروح هنا مره. ادي اجابه. وده نفس الموضوع، يروح هنا مره ويروح هنا مره. ادي الاجابه الثانيه. فانت كده معاك الاربعه واربعه. تقول لي كلام سليم، بس المفروض ان في حاجه تانية غير الواحد والعشره. اقول لك صح. لو جيت خدت الاثنين مع الخمسه هتلاقي 2 مع الخمسه بتديك كام؟ والله دي خدناها بتاخد 10. طب ما تعالى ناخد مثلا 2 مع العشره. طب لو انا خدت 2 مع العشره دي هتديك 20. في حاجه تديك 20 تاني؟ معاك 4 مع الخمسه. لو جيت خدت الاربعه مع الخمسه هتديك 20. فانت كده من هنا معاك 8 ومن هنا معاك 8. فانت كده تقدر تقول ان انت كده جبت الايه ال 16 حل الممكنين. تقول لي والله حلو الكلام ده، ولكن الكونسترينز بتاعت المساله دي قد ايه؟ والله الكوليسترينز بتاعتك قال لك والله لينس الارقام هيكون 1000 والنمز هتكون 10 اس 4 والارقام ديستنكت. تقول لي ايه ديستنكت دي؟ معناها يونيك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي مش تتكرر. طب وتقول لي ليه عاملها لك بولد؟ اقول لك ما ده المفتاح. لما تكون في تكنيكال انترفيو لما تيجي تقرا المساله هتلاقي ان الحاجات البولد نفسها هي دي المفتاح. وحتى في الكومبيتيشنز اي حاجه بولد اعتبر ان ده الكي اللي بيغششك ان انت ممكن تستغله عشان تحل المساله. تقول لي طيب انا مش فاهم برضو البتاع ده هنستغله ازاي؟ اقول لك بص، هو احنا لو عايزين نحل المساله دي واحنا في انترفيو او حتى في كومبيتيشن هنحلها ازاي؟ والله بما ان البتاعه دي 1000 فانا ما فيش في دماغي الحل النايف عشان اضمن او اجارانتين الاجابات. فانا هعمل لوب مثلا A تحتها لوب B تحتها لوب C تحتها لوب D. فالكلام ده اوردر قد ايه؟ والله بالصلاه على النبي كده انت بتمشي بتتكلم في ان اس 4 ده كده مبدئيا.
يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت ضربت 1000 في 1000 في 1000 في 1000 يعني حضرتك كده بتتكلم في 10 أس 12. 10 أس 12 ده في المشمش، الكلام ده مش هيشتغل. أقول لك صح، الكلام ده مستحيل أصلًا يجيب accept. تقول لي طيب أنا هاقول لك حاجة يا كوتش، إحنا ممكن أصلًا بدل ما نبدأ دي من 0 لحد n، دي ما نبدأهاش من 0، نبدأها من الA زائد 1 اللي هو الindex يعني A زائد 1 لحد الN. أقول لك هي ما فرقتش كتير، يا عم هتبقى برضه N أس 4 في أسوأ الأحوال. تقول لي أنت ليه مقفّلها كده معانا، ما يعني ما تضبّط لنا الدنيا. أقول لك ماشي، بُص كده، تعالَ نخلص من دي. يعني إيه نخلص من دي؟ يعني تعالَ نخلّص على آخر loop. لو أنا عايزك تتحرّك من الحل النايف خالص أو الحل اللي هو اسمه brute force، تحاول تدوّر على الoptimal، أنت كده جِبت الإيه، جِبت حل، وده it's okay، هيتعدّي معاك من الtest ده وهيعدّي معاك من الtest ده. ولكن لو أنا زوّدت الconstraints عليك لحد 1000، شكرًا، خلاص، لإن إيه، ال3 في 4 ب12، فأنت بتتكلم في 10 أس 12. تقول لي ماشي، يعني أنا هاخلص من ده إزاي برضه؟ أقول لك سهلة. هو أنت دلوقتي الequation اللي أنا اديتها لك كانت عبارة عن إيه؟ والله الequation اللي أنت قُلت لي عليها كانت عبارة عن إن أنت تاخد الA اضربها في B بتساوي الC اضربها في D، صح؟ قُل لي صح. دلوقتي أنا عايز أشيل منك، أخبّي منك الD، وعايزك تفكّر mathematical wise. تقول لي يعني أعمل إيه؟ أقول لك لو أنا اديتك الA واديتك الB واديتك الC، ما تعرفش تجيب الD؟ تقول لي أعرف، صح. ليه؟ والله الD بتساوي الA مضروبة في الB مقسومة على الC. أقول لك صح، أنت كده وفّرت loop كاملة شِلتها. شُفت التكنيك البسيط إزاي؟ تقول لي يعني أنا هابدأ ألوب من الأول زي ما اتفقنا لحد ما أوصل للآخر، وصاحبنا التاني ده ممكن يبدأ من الindex اللي بعده، صح؟ أقول لك صح، يعني دايمًا لو ده مثلًا بيبدأ من index 0 لحد الN، فده يبدأ من index 1 لحد الإيه، الN برضه وهكذا، ولكن هو هيبدأ من الخطوة اللي بعده، وده بعدهم يتفضّل الجزء الأخير للD. فأنت الجزء الأخير بتاع الD ده هتبدأ تسأل، تقول له باقول لك إيه وأنت ماشي هنا، هل أنت عندك الرقم اللي إحنا ما خدناهوش، اللي هو إيه، اللي هو الرقم D، اللي هو عبارة عن إيه يعني؟ والله عبارة عن إن أنت تاخد الA اضربها في B اقسمها على الC تطلع بالD. تقول لي والله هو فكرة لذيذة وممكن نخزنهم حتى في data structure، ما تاخدش time حتى لو جاية، ممكن تاخد حاجة O of 1 زي إيه unordered set أو hash table، ولكن هيحصل عندنا مشكلة كمان. إيه هي؟ إن still الtime بتاعك يا كوتش 10 أس 9، 1000 في 1000 في 1000. لو فرضنا إن إحنا شلنا الD، فحضرتك والله كمان مرة عاوز تشيل الC للأسف. أقول لك سهلة بنفس الapproach. تقول لي إزاي؟ أقول لك تعالَ نبُص تاني لنفس الequation دي وتعالَ نرجع خطوتين لورا. إحنا دلوقتي عرفنا إزاي نشيل الD مع بعض، صح؟ نفس الابروتش ده انا هطبقه معاك كمان مره عشان اشيل الدي واشيل السي خالص. طب انت هتفضل لك ايه دلوقتي؟ والله انا هتفضل لي الاي والبي بس. طب لما انا هتفضل لي الاي والبي بس، انا هعرف اتعامل ازاي؟ يعني انا ايش عرفني ان في رقمين تانيين يتضربوا مع بعض يطلعوا اجابه؟ والله نفس الموضوع، انت مش فارق معاك الفاليو بتاعت الرقم، انت يفرق معاك الريزلت نفسها. يعني الرقم نفسه سي بكام ودي بكام مش هيفرق معاك، انا ما قلتلكش اطبعهم، انا قلت لك شوف لي فيه كام حل. لو قلت لك اطبعهم نتكلم بقى في الموضوع ده. تقول لي طب اعمل ايه يعني؟ اقول لك بنفس التكنيك. بص كده، انت دلوقتي لو جينا مثلا مسكنا السامبل الاولاني ده، حلو، تعال نخزن الاجابات بتاعه الرقم، خلينا نمسح كل الكلام ده وتعال نخزن المرات اللي انت بتشوف فيها الرقم. يعني اعمل ايه؟ يعني هعتبر انت معاك لوب A تحتها لوب B بيلف ورا بعض، وكل مره بتضرب الاي في البي لحد ما تخلص. طيب تعالى كده نطبق الابروتش ده. ادي الاي ب 2 والبي هنقول ان هي ب 3، 2 في 3 ب 6. هل انت شفت 6 قبل كده؟ لا، فانا هخزن ان انا عندي 6 شفتها مره واحده. حلو. تقول لي طيب اضرب الاثنين في الاربعه، 2 في 4 بكام؟ ب 8. ادي ال 8. هل انت شفت 8 قبل كده؟ لا، فدي اول نسخه لل 8. طيب 2 في اللي بعدها اللي هي 6، 2 في 6 بكام؟ ب 12. شفت 12؟ لا، فانا هقول له معاك 12 كمان مره. فاضل لك ايه بعد كده؟ نفس الابروتش، نمسك الثلاثه ونعيد نفس اللعبه تاني. الثلاثه هنضربها في اللي بعدها اللي هي 3 في 4 بكام؟ ب 12. استنى عندك، ال 12 دي انت مش شفتها قبل كده؟ دي تاني مره سعادتك انا اشوف ال 12. يبقى انت كده معاك 8 اجابات. تقول لي 8؟ قلت لك مش فاكر لما انا قلت لك ان احنا ال 12 دي تاني مره نشوفها؟ فانت معاك ال A مضروبه في ال B بتساوي ال C مضروبه في ال D. قلت له طب وانت ايش ضمنك اصلا ان الرقمين التانيين مش مكررين في الرقمين الاولانيين؟ اقول لك ده سؤال لذيذ. فاكر المفتاح اللي قلت لك عليه تحت؟ هو ده اللي يغششك الاجابه. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك بص، مستحيل بكل الاحتمالات الممكنه في الماث ان انت تلاقي رقمين تضربهم في بعض، خلاص، وتلاقي رقمين تانيين تضربهم في بعض ويطلعوا الاثنين نفس الاجابه ويكون في واحد منهم مكرر، الا في حاله الواحد. ان الواحد ده الوحيد اللي هو ايه، انت هتيجي تضرب هتلاقي ان الارقام نفسها بتطلع ايه، واحد في الخمسه، فانت هتلاقي نفسك هي ممكن تاخد الواحد في الخمسه. فانت الواحد ده هو الرقم الوحيد اللي اتكرر في الكفتين، بس خد بالك ان الخمسه اتكررت ناحيتين، فبالتالي مش هتميك سنس معاك.
انسى حتة الواحد وتعالَ ركّز معايا في اللي أنا عايز أوصّله لك دلوقتي. تعالَ نتكلم في ال2 و6، فأنت دلوقتي معاك 2 و6 طلعت كام؟ والله طلعت 12. تقول لي طيب فاضل لك الجزء التاني كام؟ والله 3 و4 اللي هي كام؟ 12. طب ليه أنا باقول لك إن أنا واثق إن ما فيش رقم هنا هيماتش هنا؟ لإن أنت بتضرب، حلو، فالمحايد الضربي هو الواحد عشان كده قُلت لك ده الexception case بتاعتنا، ولكن مش ده مشكلتنا دلوقتي، مشكلتنا هنا إن أنا عايزك تفهم معايا إن مستحيل بكل الطرق بتاعتك إن أنت تدوّر على رقمين اضربهم كده في بعض يطلّعوا إجابة، وهتلاقي إن أنت مثلًا لو أنت حاولت مثلًا تعالَ نغيّر مثلًا ال3 دي نخلّيها 2، هل 2 لو ضربتها في ال4 تطلّع 12؟ مستحيل. طيب تعالَ بلاش 2 نخلّي دي 2، هل 2 لو ضربتها في 3 تطلّع 12؟ مستحيل. طب نخلّيهم 6، تعالَ نخلّي ال3 إيه ال4 دي 6، هل لو ضربتهم في بعض تطلّع 12؟ مستحيل. وهل لو دي ضربتها في ال4 تطلّع 12؟ برضه مستحيل. فهمت اللعبة إزاي؟ فأنا كده guarantee 100% إن أنا لمّا أضرب أي رقمين في بعض، لو رقمين طلّعوا 12 ورقمين تانيين طلّعوا 12، فدول معناه إن دول 4 أرقام مختلفين طلّعوا نفس الإجابة اللي هي 12، فأنا بالتالي باقدر أقول عليه إن أنت كده حضرتك عندك 8 إجابات خزّنهم عندك. تقول لي طب أنا مش مصدّقك، ممكن نجرّب ده على الsample التاني؟ أقول لك يالّا بينا عادي ما فيش مشكلة. بُص كده أنا هامسح كل حاجة تاني وتعالَ نعيد نفس الloop دي على الsample التاني. 1 اضرب في 2 وأدي معانا الواحد أهو وركّز معايا بقى. 1 اضرب في 2 والله 2، طيب 1 اضرب في 4 والله 4، 1 اضرب في 5 معاك 5، 1 اضرب في 10 معاك 10. كده أنا إيه، خزّنت لك أول مرّة أول تكرارات لكل رقم. طيب 2 في 4 ب8 معاك 8 لأ خزّن 8. طيب 2 في 5 معاك 10 أيوه استنى عندك بقى، ال10 دي تاني مرّة تظهر عندك ساعات. يبقى أنت كده معاك إيه، خزّن عندك 8 إجابات من أصل 16. كمّل بقى، ال2 مع ال10 خلّصناها، ال2 مع ال10 ب20، تعالَ ناخد 2 مع ال10 ب20 وخدنا 2 مع ال5 قبل كده اللي هي إيه، ادّت لك ال10 اللي إحنا إيه، معانا. طيب تعالَ ناخد 4 و5 بكام؟ ب20 أيوه استنى بقى، ال20 دي تاني مرّة تظهر عندك صح؟ صح، فدي تاني 8 إجابات. تقول لي يعني ما فيش تاني؟ أقول لك ما فيش تاني. تعالَ نكمّل، 4 في 5 ب20، 4 في 10 ب40، تعالَ نحط ال40 هنا، ومعاك أخيرًا وليس آخرًا 5 في 10 ب50. فهتلاقي إن الرقمين الوحيدين اللي اتكرروا معاك كAB بعد كده CD هي ال10 الإجابة الأولى، وال20 اللي هي الإجابة التانية. مش مصدقني بُص على الimplementation هنا أو الإيه الexplanation اللي هو الراجل ده شرح بيه. تلاقي إن خد واحد 10 مع 2 5 والصفين الأولانيين دول فيهم كل الاحتمالات، والناحية التانية خد 2 10 و4 5 والصفين اللي تحت فيهم كل الاحتمالات بتاعة الإيه اللي تطلع لك ضرب ال20. وبكده يكون أنت معاك المفتاح لحل المسألة. تقول لي طب ودول نخزنهم في إيه؟ أي data structure مش تفرق معانا. بتستخدم frequency بتستخدم hash table أيًا يكن، المهم إن أنت معاك تكرارات الأرقام، فأنت كل اللي عليك إن أنت based على تكرارات الأرقام كل ما تشوف الرقم اتكرر معاك ممكن تاخد الإيه، الإجابة directly. ممكن حتى تعد كل التكرارات بتاعتهم، وعايزك تفكر بقى إزاي لو أنا مثلًا ال10 دي اتكررت 3 مرات، ماذا لو ال10 دي اتكررت 4 مرات؟ تقول لي طب وأنا هاعمل إيه في المصلحة دي؟ أقول لك بُص الموضوع أبسط من أنت متخيل. لو جينا رجعنا تاني وتخيلنا إن إحنا مثلًا ال12 دي اتكررت عندنا 3 مرات، يعني معاك رقمين ضربتهم طلعوا 12، معاك رقمين تانيين ضربتهم طلعوا 12، ومعاك رقمين تالتين ضربتهم طلعوا 12. تخيل الإجابات 1 12 خلاص 1 في 12 ب12، و2 في 6 ب12، و3 في 4 ب12. تخيل إن دول كلهم كانوا في نفس الليستة، ليستة واحدة. فأنت معاك كام احتمال؟ والله بُص، أنا لو خدت ده مع ده، ال12 الأولى مع ال12 التانية خدت 8 صح؟ ولو خدت ال12 الأولى مع ال12 الأخيرة خدت كمان 8، ولو خدت ال12 التانية مع ال12 الأخيرة خدت كمان 8، يبقى أنت معاك كام تمانية؟ والله معايا 3 تمانيات. طيب ماذا لو كانوا 4 اتناشرات؟ هو ما فيش أصلًا، بس ولنفرض إن في إيه، جِبت رقمين كمان طلعوا 12. أو غيّرنا الvalue بتاعة ال12، فكإنّك بالضبط خدت ده مع ده أدي 1، خدت ده مع ده أدي 2، خدت ده مع ده أدي 3، خدت ده مع ده أدي 4، خدت ده مع ده أدي 5، وخدت ال12 دي مع ال12 دي أدي 6، طلّعوا 6 احتمالات. يبقى تعالَ نحسبها تاني، ال2 طلّعت 1 صح؟ احتمال واحد بس اللي هم بيطلّعوا 8 إجابات، وال3 كان عندك إن أنت والله تاخد الأول مع التاني، والتاني مع التالت، والأول مع التالت. كام احتمال دول؟ والله دول كانوا 3 احتمالات. طيب ال4 طلّعت لك 6 صح؟ يعني لمّا كان 4 معاك طلّعت 6. تقول لي ماشي، بس أنا دلوقتي لو معايا تكرارات 2 عايز أطلّع 1، لو معايا تكرارات 3 عايز أطلّع 3، لو معايا تكرارات 4 عايز أطلّع 12 عايز أطلّع 6. تقول لي طب وأنا دي أعملها إزاي؟ أقول لك ده يوديك للequation بتاعة n في n زائد 1 على 2. تقول لي مين؟ أقول لك بُص 2 في 1
تقول لي أنت قُلت N في N زائد 1 أقول لك آه، بس هي نفس الequation بالضبط، أنا باحاول قدر المستطاع إن أنا أبدأ بالرقم وأضرب في الإيه، كل البيرز اللي تحته، فهي نفس الموضوع بتاع N في N زائد 1 على 2 نفس الmathematical equation اللي بيجيب summation أرقام من 1 لN، لو أنت استخدمتها هنا هتلاقي نفسك بتجيب كل البيرز المختلفة من البير اللي أنت عايز تبدأ من عنده، فأنا هاضرب N في N- 1 على 2، 2 في 1 ب2 على ال2 والله فيها ال1. طيب 3 في 2 ب6 على الاتنين والله فيها ال3. طيب الأربعة 3 في 4 ب12 على الاتنين والله فيها 6. فأنت دلوقتي معاك المفتاح يا بطل. عايزك توقف الفيديو تحاول تكتب الفكرة البسيطة مع نفسك، ولو ما عرفتش تعالى نكتب مع بعض، ما تنساش بعد ما نخلص هنعمل حتة اوبتمايزيشن لذيذة جدا هتغنيك حتى عن الحتة دي لو هي مضايقاك. جاهز؟ يلا بينا؟ يلا بينا. تقول لي طيب هنعمل ايه بقى يا كوتش؟ اقول لك تعالى نفكر في اي داتا ستراكشر تساعدنا ان احنا نخزن المالتبلاي او المالتيبليكيشن بتاعت الارقام. طب هو الرينج بتاعنا كان كام؟ والله كان 10 أس 4 ده أكبر رقم ممكن يدخل لك. فأنت لو ضربت 10 أس 4 في 10 أس 4 ب 10 أس 8 فضربهم يتخزن في انت. فاحنا ممكن نستخدم حاجة زي الماب ونقول له انتجر وانتجر ماب، بس احنا خلينا دلوقتي لو احنا استخدمنا الماب هي بتشتغل قد ايه؟ والله بتاخد تايم لوجاية. انت مش عايز لوجاية، انت بس عاوز تعرف التكرارات، فخليها unordered map. تقول لي والله ده كلام لذيذ، وبعدين تعالى نلف على الارقام بتاعتنا y equal 0 والاي اصغر من النمز دوت سايز والاي بلس بلس. الناحيه الثانيه ما تبداش من الاي، ابدا من اللي بعد الاي. فانا اقول له معاك j equal اي زائد 1 والجي بتاعتك لحد اصغر من النمز دوت سايز ومعاك الجي بلس بلس. تقول لي حلو الكلام ده، وبعدين والله احنا عاوزين بس نخزن ضرب الارقام بس، ده اللي يعني فانا اعمل ايه؟ والله كل اللي علينا انا هقول له الماب بتاعت نمز اوف الاي مضروبه في النمز بتاعت الجي بلس بلس. ايه اللي انت عملته ده؟ والله انا قلت له كل رقم بتمسكه في الاي وكل رقم بتمسكه في الجي اضربهم في بعض واعمل له بلس بلس في الماب بتاعتك. بس كده بس كده، ده اللي انا محتاجه هنا. طيب فاضل لك ايه؟ والله تعالى نعد الاجابات بتاعتنا نقول له كاونتر بزيرو، وتعالى نلف او نعمل لوب على الماب بتاعتك. الماب بتاعتك عباره عن الرقم وتكراراته، الرقم وتكراراته، انا اللي يهمني تكرارات الرقم وليس الرقم نفسه. طيب لو تكرارات الرقم ده طلع بكام بتحسبها؟ هو كده كده انت لو يعني هو المفروض ان هو ازيد من ايه؟ ازيد من الواحد، يعني 2 3 4. ولكن احنا لو جينا طبقنا القانون اللي انا لسه قايله لك بتاع ان في ان ماينس 1 على 2، حتى لو هي نسخه واحده بس، فنسخه واحده بس اللي هي 1 في ان ماينس 1 اللي هي بزيرو على الاثنين، هتحس ان هي ما عملتش حاجه، فكله طار عشان كله ضرب في زيرو. فبالتالي طبق دايركتلي القانون بتاعك. يعني اعمل ايه؟ والله انا عايز اضرب الاي تي دوت سكند اللي هي الرقم الثاني اللي هو ان بالنسبه لك، عايز اضربه في الاي تي دوت سكند ماينس 1 واقسم على 2، والكلام ده كله هيتضرب في كام؟ في 8. ليه 8؟ ما هو انا هنا بعد عدد الاحتمالات. فاكر لما كان معانا الفاليو بتاعتنا قلنا ان انت مثلا كان معاك 12 تحتها 12 تحتها 12، فانا كنت بقول لك ان ده مع ده احتمال وده مع ده احتمال، صح؟ يعني من ده لده معاك 8 اجابات، ومن ده لده معاك 8 اجابات عشان البرميتيشن، واخيرا وليس اخيرا معاك ده وده كده ايه كمان 8. فانا دلوقتي عديت كام؟ والله انا معايا فعلا 3 نسخ من الرقم ده، صح؟ طيب طبق كده قانون 3 2 في 3 ب 6 على الاثنين والله فيهم الثلاثه، فبالتالي انت كده معاك الايه؟ معاك الإجابة اللي أنت عايزها. قُل لي يعني أنا أضرب الرقم الأولاني اللي هو n في n-1 على 2 واضرب في 8، هتلاقي إن أنت كده مش محتاج تقسم على 2 تضرب في 8، كأنك خدت ال2 دي ضربتها قسمتها على 8، 8 قسمتها على 2 directly، فشيل الكلام ده كله وحط 4 في الضرب وخلّص نفسك. فإحنا هنعمل إيه هنا؟ والله كل اللي علينا أنا هاقول له بُص ال8 وال2 اتصفوا مع بعض، وأنت كده بتضرب كل الأرقام، فإيه اضرب الكلام ده كله في كام؟ في 4، وقُل له الكلام ده كله plus equal يعني الcounter بتاعك plus equal الكلام ده، وتعالى تحت نعمل ريتيرن السي ان تي. بس كده بس كده، شفت البساطه؟ تعالى كده الران الكود بتاعنا. هتلاقي ده فعلا جابك ست الدوران الكود بتاعت النهارده، وبيت 62% من الحلول، وبيت 45% من ناحيه الميموري. تقول لي طيب بس احنا التايم بتاعنا قد ايه والميموري بتاعتنا قد ايه؟ اقول لك الموضوع بسيط. انت معاك هنا بتلف اوردر ان، وهنا تحتها بتلف اوردر ان، فانت كده كانك بتلف ان سكوير. طيب والاكسسنج بتاع الماب والله هو بالنسبه لك هو تايم الهاشنج، فاحنا هنعتبره 1. طيب وهنا والله انا بلف بس عليهم، فانا التايم بتاعي اتموست ان سكوير. طب والميموري؟ والله الميموري بتاعتي هي الميموري بتاعت عمليه المالتيبليكيشن، انا مش عارف هنا هيطلعوا كام كي، والله نخليهم كي مثلا. فانا هقول ان هم الميموري بتاعتي هي اوردر كي حسب انا كام رقم يونيك شفته موجود معايا. تقول لي طيب ازاي بقى نوبتمايز الحته دي؟ اقول لك بص، هو احنا لازم اصلا نخزن كل الاجابات وبعد كده نلف تحت نجيبهم؟ تقول لي مش فاهمك. اقول لك طب ما انت ممكن تحسبهم دايركتلي وانت شغال.
يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا كل ما يظهر عندي رقم أنا ممكن أحسبه من غير حتى القانون والequation المكلكعة دي، أنا ممكن بس أوتوماتيك وأنا شغال بالcounter بتاعي، أنا باقول لك إيه، لو أنت دي أول مرّة تدخل خُد 8، تاني مرّة تدخل خُد 8تين، تالت مرّة تدخل خُد 3 تمانيات وهكذا. طب وده أنا أعمله إزاي؟ يعني الapproach ده أطبّقه إزاي؟ والله كل اللي عليك إن أنت تعالَ هنا بس نعمل إيه، نعمل قوسين، وكل اللي عليّا إن أنا عايز أقول له باقول لك إيه، والله أنا من قبل ما أزوّدك أنا عايز أتأكد بس إن أنت لو عندك نُسَخ أيًا يكن عندك كام نسخة، يعني أنت لو لسه أول مرّة تدخل، فأنا المفروض إن أنا هاقول له الcounter plus equal عدد النسخ بتاعة ضرب الN في الnums of الI في الnums of الJ واضرب الكلام ده كله في كام؟ اضرب الكلام ده كله في 8 وبعدين روح زوّد الcounter بتاعك. تقول لي أنا مش فاهم إيه اللي أنت عامله هنا ده؟ أقول لك بُص، أنت دلوقتي لو أنت ال12 ما شُفتهاش ولا مرّة، خلاص هييجي الراجل ده يدّيك الإجابة 0 لإن الhash table بتاعنا لو في الC++ لو أنت الkey ما شُفتهوش أي مرّة الvalue بتاعته تبقى ب0. فأنا بالنسبة لي هاجي أسأله هل شُفت ال12؟ هيقول لي لأ، طيب ال12 الإجابة هنا هتطلع ب0، 0 في 8 والله الإجابة فعليًا 0 هيجمع 0 ييجي هنا يزوّده ب1 طب لو جه المرّة التانية يزور ال12 فييجي هنا هياخد 8 ليه؟ ما هو عنده 1 من قبل كده، فأنا بالتالي خدت ال8 خزّنتها هنا. طب اللفة اللي بعدها لو دي تالت مرّة يشوف ال12 هالاقي إن هنا الماب عنده 2 فخد كام مرّة قديمة وخد مرّتين بعد كده، صح؟ فكده خد إيه 2 في 8 خد 16 فخد 8 بعد كده تمانيتين فخد ال24 اللي هو عايزه. فبالتالي الكود هتلاقيه شغال more efficient ومش محتاجين الجزء اللي تحت لأنه redundant. ولو أنت حابب تعمل كمان optimize ممكن تشيل الhash بتاعك عشان توفّر time وتعمل array اللي أنت تفتحها لحد 10 أس 8 as a vector أو لحد أكبر رقمين في النمز بتاعتك، اضرب آخر رقمين في بعض، ده أسوأ time ممكن تاخده أو أسوأ memory ممكن تستغلها، وهتلاقي إن الكود بتاعك برضه more efficient بس هي مش مستاهلة مش هتفرق كتير time الhash خلّينا كده نرن الكود ده كمان مرّة، هتلاقي الراجل ده فعلًا جاب accepted وبيت 36% وبيت 45% من ناحية الmemory تقول لي إيه ده هو ما ادّاناش حاجة optimize ليه؟ هاقول لك هو أصلًا عدد التيستات بتاعته 37 تيست فهو بالنسبة لنا الحل ده بالنسبة له هو بس time الhashing هو اللي عامل له مشكلة، ولكن هو الحل بالنسبة لنا بسيط وده الoptimal solution اللي ممكن نحل بيه المسألة دي، ممكن نحلها بأنواع تانية زي إن إحنا ممكن نعمل sorting ولكن هتكتشف إن ده بالنسبة لنا أفضل solution كtime in square. وأكيد طبعًا لو عندك حلول تانية يا ريت تعرّفنا تحت في الcomments وأتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وcomment وshare وأكيد طبعًا سبسكرايبك الجميل، شكرًا أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.